السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باختصار عندنا سامبل لبوستنشال سيستم، هنتكلم عنه باختصار كده زي ما السامبل متقدمة أو السامبل متقدمة. هنقول ايه المكونات الرئيسية أو ايه الأجزاء الرئيسية والقطع الرئيسية اللي بيتكون منها السيستم ده باختصار شديد جدا. احنا عندنا السيستم دي اللايف اند بتاعته، واللايف اند طبعا بتتكون من البيرنج بليت، وجوه البيرنج بليت الويدجز المسؤولة عن حركة الكابل نفسه، وطبعا معانا الكيبلز طبعا بأنواعها كلهم متجمعين في القطعة دي اللي بتتم منها عملية السحب. الانكور هيد اللي هو الجزء ده، الانكور هيد ده اللي بتتجمع الوايرات كلها فيه، وبعد كده بتروح للبيرنج بليت. عندنا التيوبس دي اللي احنا بنحقن منها الجراوت جوه الدكت ده جالفانايزد داكت. دي التيوبس اللي احنا بنقدر نحقن الجراوت من خلالها. عندنا كانت الدواره دي اللي بتحيط الجزء عند اللايف اند او عند الانكور هيد تحديدا. عندنا طبعا الكراسي المعدنيه دي اللي بتبقى موجوده طبعا على اللوحه، السبيسنج منها قد ايه وارتفاع كل كرسي منها قد ايه، عشان نقدر نشكل او نرسم الكيرف بتاع الوايرات جوه السقف. عندنا ده الكرسي الفاينل اللي هو بيبقى فيه البصله او زي ما هي مكتوبه الاونيون، ده اللي هو الجزء اللي هو الديد اند او الجزء النهائي اللي المفروض لما بنشكله بالطريقه دي، لما بنيجي نشد الواير من الناحيه الثانيه الشكل اللي انت شايفه ده ما بيسمحش للواير ان هو يتسحب، او بيخلي الديد اند دي قويه ان هو ما يتسحبش معاك من الناحيه الثانيه. ده كده السيستم باختصار. الاونيون شير دي الاونيون او البصله زي ما بيسموها البصله. الستيل سترانس اللي هي الوايرز. الستيل شير دي الجالفانايزد داكت. تمام. الكانه الانكور هيد، وهنا دي البيرنج بليت او الجزء الاخير اللي هو بيتم منه عمليه الشد. شكرا جزيلا.